تازا. توقيف مروج مخدر البوفا بوادي أمليل. بعد مقاومة عنيفة في عملية أمنية ناجحة، تمكنت عناصر الدرك الملكي بوادي أمليل التابع لإقليم تازا من توقيف أحد أخطر مروج مخدر البوفا، وذلك بعد مقاومة شرسة استدعت تدخلاً حازماً من قبل رجال الأمن. وحسب مصادر محلية، فإن المشتبه به المعروف بسوابقه العدلية في ترويج المخدرات كان ينشط في المنطقة مستغلاً بعض الأماكن النائية لتوزيع هذه السموم، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من تعقبه وتوقيفه في إحدى مقاهي الشواء بمركز وادي أمليل. وأثناء تفتيشه عثر بحوزته على كميات مهمة من مخدر البوفا، إضافة إلى أقراص مهلوسة وكوكايين وسلاح أبيض من الحجم الكبير، مما يؤكد خطورته على الأمن العام. العملية لم تكن سهلة، حيث أدى الموقوف مقاومة عنيفة محاولا الفرار، لكنه سرعان ما وقع في قبضة رجال الدرك الذين تعاملوا مع الموقف بكل احترافية، ليتم بعد ذلك اقتياده إلى مقر التحقيق، حيث وضع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتندرج هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها المصالح المختصة لمحاربة ترويج المخدرات وحماية الشباب من هذه الآفة الخطيرة، خاصة مع الانتشار المقلق لمخدر البوفا المعروف بتأثيراته السلبية والمدمرة على الصحة والمجتمع. ما رأيكم في هذه الجهود الأمنية؟ وهل تعتقدون أن تشديد العقوبات على مروج المخدرات يمكن أن يحد من هذه الظاهرة؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.